Thoroughly metropolitan, Cairo, capital of all Egypt, is a thriving city of some 2 million. كل مدينة في مصر ليها طبيعتها الخاصة اللي بتميزها عن أي مدينة تانية، والغردقة من أقرب المدن لقلب كل المصريين. وده بسبب بحرها الصافي، مناظرها الخلابة، الجزر الطبيعية الكتير اللي موجودة فيها، فبتعتبر المدينة رقم 1 في مصر للهانيمون. وصلنا من القاهرة لمطار الغردقة علشان نستكشف واحدة من أجمل المدن المصرية. أول ما وصلنا على طول مفيش وقت، نزلنا علشان نشوف المدينة ونصورها لكم. طلعنا على طول على مارينا الغردقة، ودي موجودة في حي الثقالة، وده واحد من أشهر الأماكن اللي موجودة في الغردقة. وقعدنا في مطعم علشان ناكل قدام المنظر الخيالي ده، وانت قاعد هنا هتحس انك في أوروبا، وده واضح جدا على شكل المباني وألوانها المبهجة، ده غير مرسى اليخوت اللي قدامنا ده. أنا حاسة إني المصرية الوحيدة اللي موجودة في المكان كله سياح أجانب، وفيه كل وسائل الترفيه. هتلاقي الفنادق ومرسى اليخوت ومطاعم وكافيهات بتقدم كل أنواع الأكل اللي انت عايزه وانت قاعد قدام البحر، وده منها اليوناني والمصري النوبي وكمان الهندي. المكان هنا واحد من أهم مناطق جذب السياحة في الغردقة. واحنا دلوقتي في أكبر متحف مائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسابع عالمياً كمان، متحف جراند أكواريوم. بيعتبر من أجمل المتاحف على مستوى العالم. المتحف ده عبارة عن 20 حوض زجاجي شفاف معمول علشان يعكس الحياة البحرية تحت المياه، وده اللي بيديك فرصة إنك تتعرف على الحياة البحرية، وبيعرض لك الأسماك الحية قدام عينيك، وده من خلال النفق اللي موجود فيه اللي طوله 24 متر. وانت ماشي في النفق ده هتلاقي أسماك كتير بمختلف أنواعها ماشية حواليك، وهتكون أول مرة تشوف الأسماك بشكلها وأحجامها الطبيعية. المتحف ده ما يختلفش عن جراند أكواريوم اللي موجود في دبي، والمتحف موجود في قلب الغردقة في منطقة مجاويش، والمكان عبارة عن أقسام، وكل قسم فيه الأسماك اللي شبه بعضها. ده قسم أسماك المية العذبة، وده قسم أسماك المية المالحة، أما ده قسم وادي الحيتان. وبعدها رحنا علشان نشوف أشهر غواصة. دي الغواصة الوحيدة اللي في مصر اللي بتنزل تحت المية كليا. الغواصة بتتحمل 44 شخص، وبتديك فرصة انك تشوف جميع الأسماك والشعاب المرجانية، وزمن الرحلة بيبقى 2 ساعة. انت متخيل انك في البحر وتحت المية لمدة 2 ساعة؟ شعور ممتع جدا، ودي أول مرة أركب فيها الغواصة، وبعد التجربة دي إن شاء الله مش هتكون آخر مرة.
إحنا دلوقتي في متحف الرمال. إقبال كثيف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية يشهده متحف الرمال بمدينة الغردقة. بيعتبر المتحف ده من أهم المتاحف عالمياً، لأن المتحف بيضم آثار من العصر الفرعوني والإغريقي وكمان الروماني. ده غير شخصيات ديزني اللي مرسومة للأطفال. المتحف بيضم 42 تمثال مرسوم برملة الصحراء، وأشهر الفنانين العالميين سواء مصريين أو أجانب هم اللي راسمين التماثيل دي، لدرجة إن هم عملوا تماثيل للأهرامات وأبو الهول كمان. ده غير تمثال سبايدر مان وباتمان. المكان مش عبارة عن تماثيل بس، ده فيه مطاعم وكافيهات موجودة كمان، فالمكان عبارة عن تحفة عالمية. فبيعتبر أول متحف للرمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأول عالمياً في إن هم يستخدموا نوعين من رمال الصحراء في صناعة التماثيل، الرمال الصفراء وكمان البيضاء. المكان ده مش هتشوف زيه كتير في العالم. بعدها رحنا نقعد في فندق علشان يرجعنا بالزمن، تحس فيه إنك رجعت للحياة البدائية في العصور الوسطى. احنا دلوقتي في فندق الكهف، والفندق ده مصمم خصيصا للكبار فقط. تصميم الفندق تحس إنك جوه كهف في الصحراء. فكرة تصميم الفندق واخدينها من فيلم فلينتستون، حتى المطاعم والكافيهات باسم شخصيات الفيلم كمان. الفندق ده فريد من نوعه، كل الغرف هنا لما تدخلها هتحس انك داخل كهف في الصحراء. اللي بيخليك تعيش بالشعور ده الممرات اللي موجودة في الفندق، والأثاث فيه معمول من الصخور، والأرضيات مفروشة بجلود الحيوانات الطبيعية. ده غير الغرف والمطاعم اللي موجودة وسط الصخور، والإضاءة الخفيفة اللي بتخليك تحس بجو المغامرة وإنك داخل فيلم رعب. الفندق موده هادي جدا. أنا الصراحة كان نفسي أقعد في مكان زي ده من زمان، وأول ما جيت الغردقة انتهزت الفرصة دي. الغردقة واحدة من أجمل المدن المصرية، وبتعتبر الواجهة السياحية الأولى في مصر.